هنعملها حبيبي مع بعض قطع جاتوه بطريقة حلوة قوي وبيضة واحدة، ومش مفيهاش مكونات كتير يعني. تعالوا نشوفوا هنعملوها مع بعض ازاي. هنجيبوا 3/4 كوباية سكر، يعني كوباية الا ربع سكر، وربع كوباية زيت. طبعا اللي عايز يحط سكر يحط، بس هي هتبقى محلية، يعني بيحب الحاجة محلية قوي يحطوا كوباية، وربع كوباية زيت، وكوباية لبن سخنة. هنا اقلب الخليط كده كويس، وبعد كده هكسر البيضة واحط فانيليا، رشة فانيليا، ورشة طبعا ملح. هنا لازم نحط رشة الفانيليا عشان البيض. دي كده خفيفة قوي مفيهاش اي تعب، ولا بمضرب ولا بحاجة، بايدينا كده. مضرب السلك برضو لو عايزة برضو هتعمليها بمعلقة هتعمليها. واحط كوباية لبن سخنة، وبرضو افضل اقلب، وكوبايتين دقيق، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة خل. يبقى انا المكونات اللي انا حطوها: كوباية الا ربع سكر، وربع كوباية زيت، و... ورشة ملح، ورشة فانيليا، وبيضة، وكوبايتين دقيق، ومعلقة خل كبيرة. الخل طبعا بيفتح الكيكة وبيخليها طرية. وعادين الصينية ونحطها في الفرن، لان طبعا انا مش عايزة كيكة عالية، انا عايزاها كيكة لان انا هعمل جاتوه، فانا حطاها في صينية كبيرة. طبعا هفضي الخليط واخبط كده الكيكة عشان لو فيها هوا ولا حاجة، اللي هو عشان تبقى كلها حتة واحدة. احطها في الفرن، وتعالوا نشوف هنعمله الحشو بتاعها ازاي. بص يا حبيبي، انا هجيب كوباية كريم شانتيه خام، ومعاهم 3 معالق سكر او 4، طبعا حسب برضو الرغبة، وكوباية مية ساقعة. بص انا المية حاطة ساعة وحطيت فيها تلج. هضربهم كده كويس، وبعد كده هحط معلقة كبيرة كريم شانتيه، لا معلقة كبيرة ايس كريم. انا حاطة كوباية كريم شانتيه، وهحط معلقة كبيرة ايس كريم مانجا. طبعا اللي عايز اي طعم تاني يحط. بص هنا حطيت معلقة كبيرة، هتغير لك الطعم خالص بتاع الكريم شانتيه، دي طعم ايس كريم تحفة صراحة. بصوا يا حبايبي، طبعا بتاخد وقت كده في الطرق عشان تديك الخليط التقيل. وطبعا مش حاطين لبن، هي المية بتبقى متلجة. بعد كده هحط كوباية مية دافية، كوباية لبن دافي، وعليها برضو معلقة ايس كريم، بس معلقة صغيرة، معلقة شاي. يبقى انا جبت برضو لبن دافي، وحطيت برضو معاها معلقة ايس كريم، معلقة صغيرة. وبرضو كوباية ودافية مع الكيكة اللي هي تشربها عشان الكيكة تفضل طرية. وطبعا طعمها برضو هيبقى ايس كريم. هنا بقى احط كريم شانتيه في النص، طعمها جميل جدا وجديد، يعني فكرة حلوة كده هتعجبكم قوي. يعني احنا بقى لو جبنا العبوة الصغيرة دي بتاعة الايس كريم بناخده منها معلقة بس، وهتفضل برضو معانا. هنا حطيت في النص، واحط قسمت الكيكة، واحط برضو النص التاني فوقيها، هتديكي كام حتة جاتو كده حلوة. وطبعا هتشكليها برضو من فوق الاشكال اللي انت عايزاها، وحاجات بسيطة قوي. يعني عملنا جاتو طبعا، يعني اللي احنا التكلفة اللي احنا كلفناه مش بتمن حتتين جاتو. بس يا حبيبي هحط النص التاني، وطبعا عطينا حتة كبيرة مش صغيرة. احط بقى برضو من فوق كريم شانتيه. بص انا هقسم، طبعا قسم بقى بالاجزاء اللي انت عايزاها يعني. عايزه بقى حتت صغيره قسميها، عايزاها حتت كبيره انت براحتك.
هنا برضو حطيت برضو من فوق كده، وبعد كده هحط حاجات كده بسيطة من فوق، واحط كرات شوكولاتة كده. يعني لو اكتفيت على كده طعمها جميل. اللي احنا بنحطه ده اشكال، يعني ما بيغيرش بقى في الطعم حاجة. ايه رأيكم حبايبي؟ بألف هنا وشفا عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.